بما ان شهر رمضان خلاص على الابواب، كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وصحه وسلامه يا رب. النهارده هنتعلم كلمات وجمل انجليزيه تقدروا ان انتوا تستخدموها في شهر رمضان الكريم. ممكن كمان تستخدم التعبير التالي وهو I wish you and your family a blessed Ramadan. I wish you and your family a blessed Ramadan، يعني بتمنى ليك انت وعائلتك رمضان مبارك. طيب لو عايزين نقول لحد تقبل الله صالح اعمالكم، نقولها ازاي باللغة الانجليزية؟ هنقول والفعل اللي بعد كده طبعا في شهر رمضان المبارك وهو الصيام، معناه fast. وفي البداية خالص خليني أقول لكم إن معظم المصطلحات الدينية بشكل عام بتكون أصلا زي ما هي باللغة العربية، يعني لا يتم ترجمتها للغة الإنجليزية. ففي خلال حلقة النهاردة هتلاقوا بعض المصطلحات اللي احنا هنقولها زي ما بنقولها بالظبط بالعربي، وبعض المصطلحات اللي هنترجمها مع بعض للغة الإنجليزية. تابعوا معايا فيديو النهاردة للآخر. وقبل ما نبدأ شرح النهاردة أحب أفكركم بس إنك تشترك أول حاجة معايا في قناتي إنجليش فلوج، وتفعل الجرس كمان علشان يوصل لكم كل فيديوهات الإنجليش عندي وتستفيدوا منها بإذن الله. وتعالوا نبدأ حلقتنا. وأول حاجة خالص هبدأ بيها الحلقة هو لو حبيت إن أنت تهني حد بشهر رمضان المبارك هتقول له رمضان مبارك أو رمضان كريم، بالظبط زي ما بنقولها باللغة العربية. هنقول رمضان مبارك أو رمضان كريم، أو كمان ممكن نقول Happy Ramadan. Happy Ramadan يعني رمضان سعيد. وممكن كمان تستخدم التعبير التالي وهو I wish you and your family a blessed Ramadan. I wish you and your family a blessed Ramadan، يعني بتمنى ليك انت وعائلتك رمضان مبارك ورمضان كريم بإذن الله. وكمان بحلول عيد الفطر المبارك نقدر ان احنا نقول عيد مبارك، عيد مبارك، او have a blessed عيد. have a blessed عيد، يعني دي برضو طريقة تقدر ان انت تتمنى بيها عيد سعيد او عيد مبارك. طيب لو عايزين نقول لحد تقبل الله صالح اعمالكم، نقولها ازاي باللغة الانجليزية؟ هنقول May Allah accepts your good deeds. May Allah accepts your good deeds. Good deeds هي معنى صالح الأعمال، فبنقول May Allah accepts your good deeds معناها تقبل الله صالح أعمالكم. والفعل اللي بعد كده طبعا في شهر رمضان المبارك وهو الصيام، معناه fast. كفعل نفسه معناها الصيام نفسه، وطبعا هي كادجكتيف معناها سريع، لكن هنا احنا بناخدها على معنى الصيام او يصوم معناها fast. والصيام نفسه اسمه fasting، يعني بنزود ing في الاخر بيكون ده النون اللي هو الصيام. تسأل حد وتقول له are you fasting معناها هل انت صايم. ممكن كمان تسأل حد وتقول له how long do you fast in your country. how long do you fast in your country معناها كم هي المدة أو ما هي المدة اللي انت بتصوم فيها في البلد بتاعتك. فانت تقدر بعد كده تجاوب وتقول we fast around 13 hours in my country. we fast around 13 hours in my country، يعني احنا بنصوم حوالي 13 ساعة في البلد بتاعتي. طيب عايزين نقول أنا صايم أو أنا صائمة، هنقول I am fasting. ابدأوا إن انتوا اعملوا practice وتدريب على الكلمات دي كلها علشان تثبت معاكم أكتر. بعد كده نقدر نقول وجبة الإفطار معناها إفطار نفس الطريقة اللي احنا بنقولها بيها بالعربي طبعا، أو ممكن كمان نقول fast breaking معناها كسر الصيام، وميل هي الوجبة، فهي وجبة كسر الصيام دي الترجمة الحرفية، ألا وهي طبعا وجبة الإفطار، فبنقول fast breaking meal. أما السحور فمعناه pre-dawn meal أو سحور زي ما بنقوله بالظبط بالعربي. pre-dawn اللي هو الفجر، فبري اللي هو قبل، فبنقول pre-dawn يعني قبل الفجر أو الوجبة اللي بتكون قبل الفجر، ألا وهي طبعا السحور. عندنا كمان ablution اللي هو الوضوء. طيب عايزين نقول ختم القرآن فبنقول completing قرآن اللي هو ختم القرآن الكريم. وبالنسبة للصلاة فعندنا طبعا
pray اللي هو يصلي، والnoun اللي هو الصلاة نفسه اللي هو prayer. عايزين نقول كمان الدعاء فبنقول say a prayer معناها يدعي. أما الأذان فهو call to prayer هو الأذان. والأوقات عندنا طبعا خلال اليوم بيكون sunrise اللي هو الشروق، و sunset اللي هو الغروب. أما dawn فهو الفجر. وطبعا الصلوات عندنا أول حاجة فجر prayer اللي هي صلاة الفجر، وكمان ممكن نقول عليها dawn prayer اللي هي صلاة الفجر. أما صلاة الظهر فبنقول ظهر prayer أو midday prayer هي صلاة الظهر. صلاة العصر هي عصر prayer أو afternoon prayer. صلاة المغرب وهي مغرب prayer. طبعا أسماء الصلوات نقدر نقولها زي ما انتم شايفين كده نفس الترجمة بتاعتها بالعربي، أو كمان sunset prayer اللي هي صلاة المغرب. وصلاة العشاء هي عشاء prayer أو night prayer. صلاة التراويح هي تراويح prayer. وصلاة التهجد هي late night prayer اللي هي صلاة التهجد. يعني مثلا ممكن نقول we pray late night prayers during the last 10 days of Ramadan. We pray late night prayer during the last 10 days of Ramadan. معناها ان احنا بنصلي صلاة التهجد خلال آخر 10 أيام في شهر رمضان. طبعا كمان نقدر نقول I am hungry يعني أنا جائع، أو I am thirsty يعني أنا عطشان. وعندنا طبعا التمر هو dates أو الشوربة اللي هي soup. وآخر حاجة طبعا هو الفانوس وهو lantern. بكده نكون جمعنا أكتر الكلمات والجمل المستخدمة واللي هتحتاجوها في شهر رمضان الكريم. أتمنى أن انتوا طبعا تستفيدوا منها وتستفيدوا من الفيديو ده، وينعاد علينا جميعا يا رب شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وتقبله الله منا ومنكم، وأعاده الله علينا باليمن والخير والبركات كلنا، وكل سنة وانتم طيبين. هفكركم آخر مرة لو مشتركتوش معايا في القناة ان انتوا تشتركوا دلوقتي حالا في قناتي انجلش فلوج، وان شاء الله اشوفكم على كل خير بإذن الله في فيديو جديد وحلقة جديدة. باي باي.